السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو فقط مخصص لأهلنا في مصر. اسمحوا لي، من المواطن السوري البسيط محمود الشريف أبو عبد الإله، بحب أني أتشكر وأتوجه بكامل شكري وامتناني للشعب المصري الأبي العريق الأخ، حكومة وشعبا. الشعب الوحيد الذي استقبلنا بالورود، الشعب الوحيد اللي ما سمعنا كلمة لاجئ على لسانه. معروف الكلمة المصرية، أهلا وسهلا بإخواننا السوريين، خواتنا السوريين، الكلام الطيب. الشعب الوحيد اللي ما نصب لنا خيمة، الشعب الوحيد اللي ما جعلنا نسكن في صحراء وابعدنا عنهم، بالعكس عيشونا بيناتهم وسطهم وقسمونا رغيف العيش. الشعب الوحيد، والله التاريخ يسجل يا مصريين. الآن تحررت سوريا، والله ما دخلنا مصر إلا بسبب الظلم والقتل. والله هجرنا قصرا ودخلنا مصر لأنه كانت البلد الوحيد اللي حسينا فيها بالأمان والاطمئنان. ذكرها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والله نحن في أمان، والله الأمان والراحة التي وجدناها في مصر والله لم نجدها على أيام المخلوع بشار الأسد. والله هذه حقيقة وليس تملق. والله ما دخلنا على مصر حتى نستوطن بمصر، دخلنا بسبب الظلم والتهجير. الآن تحررت سوريا وسوف نعود إلى سوريا. أجسادنا سوف تعود إلى سوريا، ولكن أرواحنا باقية هنا في أرض الكنانة. سامحونا يا شعب مصر، سامحونا بأي شيء سلبي خرج من السوريين. والله إننا نحبكم والتاريخ يسجل، وبإذن الله تعالى عندما تسترد عافيتها سوريا وترجع لكم بلد، أنتم ما أنتم ضيوف، لكم بلد اسمها سوريا. متى شئتوا بتيجوا على هذه البلد، هذه بلدكم الثاني. بيوتنا وقلوبنا كلها مفتوحة لكم. والله قد ما تكلمت عن مصر وشعب مصر والله ما أقدر أكافيكم. أنتم شعب طيب، أنتم شعب والله لكم فضل علينا ليوم الدين. والله يشهد على كلامي. شكرا من القلب، شكرا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.